بدا الاسماعيلي معاه يتحسن شويه. مشكله الاسماعيلي ان مفيش موارد ومفيش فلوس، فده ما كانش ظاهر كنتائج. ولكن الناس اللي بتتابع الكوره كويس وتشوف الاسماعيلي من 3 4 سنين قبل الكابتن ايهاب جلال، فلولا الكابتن ايهاب جلال احنا كان ممكن نشوف الاسماعيلي بينزل درجه ثانيه بسهوله، زي ما شفنا انديه شعبيه كتير انتهت او بتنزل وتطلع الدوري زي بلديه المحله وغزل المحله. كنا ممكن نشوف الاسماعيلي كده. كابتن ايهاب جلال احيا نادي الاسماعيلي من جديد، شال التراب اللي على نادي الاسماعيلي، عمل من نادي الاسماعيلي فريق على الاقل اللعيبه دي يطلع منها تتباع، فتدخل موارد للنادي الاسماعيلي. لو كان طبعا المشروع بتاعه كمل مع النادي الاسماعيلي كنا هنشوف حاجات كتير، يعني اتوقع كنا هنشوف حاجات كتير من النادي الاسماعيلي في الموسم الجديد. ولكن الكابتن ايهاب جلال، شعب الاسماعيليه كله، طبعا شعب مصر كله زعلان عليه، شعب الاسماعيليه كله عارف ان الظروف للاسف كانت ضده في بقاء مدرب كان هيعمل مشروع للاسماعيلي، كان هيرجع بيه